السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا فيديو مهم جدا لأصدقائي وأحبابي الزملكاوية. فيديو هكلمكم على صفقات نادي الزمالك، والزمالك محتاج ايه الموسم الجديد وناوي على انهي لعيبة يختارها للموسم الجديد. فيديو فيه كواليس مهمة جدا مش هتسمعها غير في الكورة مع الزنفولي. في ريت يا جماعة الاشتراك في قناة الكورة مع الزنفولي على اليوتيوب وقناة محمود الزنفولي على الفيسبوك، وشير على قد ما تقدر. صفقات نادي الزمالك يا جماعة. الزمالك طبعا جوميز كلم اداره الزمالك ان في لعيبه كتير في نادي الزمالك مش محتاجه الموسم الجديد ومش مقتنع بيها. والمشكله اللي العشر صفقات الزمالك جابهم، طبعا جوميز ما اختارش ولا لعيب من الصفقات دي. في لعيبه منهم مش مقتنع بيهم ومش عايزهم السنه الجايه. فطبعا هتبقى مشكله كبيره جدا. طبعا الزمالك كده هيطلع لعيبه كتيره السنه الجايه، وبرضه هيضطر اللي هو يشتري لعيبه كتير. الزمالك طبعا محتاج لعيبه كتير قوي السنه الجايه عشان ينافس النادي الاهلي على البطولات، طبعا على الدوري والكاس والبطولات الافريقيه. فالزمالك محتاج باك شمال ومحتاج باك يمين ومحتاج مساك ومساكين ومحتاج فراوده. فالزمالك محتاج لعيبه كتير. الزمالك دلوقتي بقى بيفكر في مين من اللعيبه اللي هو محتاجه الموسم الجديد. في اتنين لعيبه في بيراميدز الزمالك بيحاول يجيبهم السنه الجديده، او تلات لعيبه من بيراميدز الزمالك بيحاول ياخدهم السنه الجايه. بيراميدز محتاج محمود علاء. الزمالك طبعا عارف ان محمود علاء ممكن بنسبه كبيره رايح بيراميدز السنه الجايه. فالزمالك عايز يعمل صفقه تبادليه مع بيراميدز في اللي هو محمود علاء يروح بيراميدز، والزمالك ياخد مين بقى؟ ياخد محمود صابر. انا شايف يا جماعه لاعب محمود صابر هيبقى ضربه قويه لنادي الزمالك، وهيبقى يعني صفقه. انا شايفها صفقه تبقى صفقه قويه جدا لنادي الزمالك في خط النص. فمحمود صابر، في كلام اللي محمود علاء يروح بيراميدز ومحمود صابر يروح الزمالك. وبرضه الزمالك عايز كريم حافظ. كان الزمالك داخل في صفقه محمد شكري. طبعا محمد شكري خلاص راح النادي الاهلي، فدلوقتي الزمالك بيفكر في كريم حافظ مع احمد فتوح. طبعا الزمالك عنده ثغره كبيره في الباك الشمال، ما ينفعش يبقى احمد فتوح بس. فالزمالك بيفكر في كريم حافظ يبقى مع احمد فتوح الموسم الجديد. وبيتكلم مع مصطفى فتحي. كلموا مع مصطفى فتحي يبقى الموسم الجاي في نادي الزمالك. فهل الثلاث لعيبه دول في بيراميدز هيروحوا الزمالك؟ انا شايف الثلاث لعيبه دول لو راحوا الزمالك هتبقى صفقه من العيار الثقيل. ثلاث لعيبه اقوياء جدا. باك شمال عندك هاف، وعندك واحد في خط النص. ثلاث لعيبه تقال في اماكنهم بصراحه يعني. دول بالنسبه للثلاث لعيبه الزمالك بيفكر فيهم الموسم الجديد. عندك قدام الزمالك بيفكر في ازارو اللي كان بيلعب في النادي الاهلي. انا شايف ازارو مهاجم تقيل جدا وانا مقتنع بيه. يعني انا شايف ازارو اتظلم في النادي الاهلي. فالزمالك لو جاب ازارو هتبقى صفقة من العيار الثقيل بصراحة قدام للنادي الزمالك، والزمالك محتاج ازارو بصراحة يعني. فازارو هتبقى صفقة قوية جدا لنادي الزمالك. وفي كلام برضو اللي بن شرقي، برضو الزمالك كلم بن شرقي اللي الزمالك يجيب بن شرقي. بس خلي بالك بن شرقي وازارو مرتباتهم عاليه. هل الزمالك هيقدر يدفع المرتبات دي؟ طبعا ازارو وبن شرقي فري السنه الجايه. فهل الاتنين دول الزمالك يقدر على مرتباتهم يجيبهم؟ انا شايف اللي ازارو وبن شرقي ومصطفى فتحي لو جم من نادي الزمالك، الزمالك هيبقى مختلف تماما عن السنه دي بامانه. يعني الزمالك لو جاب حبه اللعيبه دول يبقى الزمالك قوي جدا جدا السنه الجايه، ويقدر ينافس النادي الاهلي في البطولات السنه الجاي. فانت بتتكلم على ازارو، بتتكلم على بن شرقي، بتتكلم على مصطفى فتحي، بتتكلم على كريم حافظ، بتتكلم على محمود صابر. لعيبه تقيله جدا في نادي الزمالك لو جت نادي الزمالك الموسم الجديد. فبنسبه كبيره اللي انا نسبه 70% ازارو هيبقى في نادي الزمالك. عندك برضو محمود صابر بنسبه كبيره برضو في نادي الزمالك. بن شرقي لسه مش عارفين. مصطفى فتحي برضو هو اصلا زملكاوي وبنسبه كبيره برضو راجع نادي الزمالك.
فانا شايف اللعيبه دي لو جت نادي الزمالك هتبقى صفقات من العيار الثقيل، طبعا احسن من صفقات الزمالك جابها الموسم ده، اللي هو 10 صفقات اللي الزمالك جابها، مفيش غير بس 3 4 صفقات اللي هو ممكن تبقى كويسه في نادي الزمالك، اللي هو جابهم زي احمد حمدي، ناصر ماهر. الناس دي هي اللي تقدر تكمل مع نادي الزمالك. مع الصفقات الجديده دي الزمالك هيبقى شكله شكل تاني خالص السنه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.